بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أغفر لي ولوالدي إليك المصير. المحاضرة التانية من كورس السيكوال ديفلوبر. احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت، طبعا بالنسبة للناس اللي أول مرة تخش بس أفهمكم طريقة الكورس عاملة ازاي. هو الكورس اوريدي متسجل فيديو، اللي مسجل الفيديو باشمهندس تامر نبيل أخويا الكبير. هيتم رفع يعني هنتقابل مرة كل أسبوع إن شاء الله. هيتم رفع الفيديوهات الخاصة بالباشمهندس تامر على قناة الأكاديمية، وحضرتك هتنزلها وتذاكرها. حضرتك واقفه اي حاجه قدامك بتكتبها لي، ويوم الجمعه ان شاء الله تقول لي حضرتك انا واقفه دي قدامي اشرحها لي تاني، هشرحها لك تاني، هنطبق عملي مع بعض. بما ان كانت المحاضره اللي فاتت كانت introductions وطريقه تسطيبه بتاعه السورس على الجهاز. آه، ما كانش في اي اسئله يعني. ليك ايه يا باشمهندسه ياسمين؟ ياسين. ياسين. اللينك بتاع الأكاديمية باشمهندس محمد فتاح حضرتك هيحطه دلوقتي. أنا هبدي كده انترودكشن على المحاضرة الجديدة اللي هي حضرتك إن شاء الله هتترفع. بس قبل ما أبدأ أتكلم، أنا هشير الديسكتوب بتاعي دلوقتي بعد إذنكم. يعني مش هحط لينكات، أنا هشير الديسكتوب بتاعي علشان نشوف احنا ازاي نتعامل مع البرنامج، وازاي نبدأ نستخدم البرنامج كويس. فانا هعمل شير دلوقتي. هو بيعمل شيرنج دلوقتي. إيه، هو مش راضي يعمل شير ليه؟ بيقول لي سوفت وير مش موجود، بالرغم ان انا الجافا موجوده يا باشمهندس محمد. إيه، طب حد شايف الديسكتوب بتاعي ولا في مشكله؟ انا عملت شيرنج وبرضه بيقول لي في مشكله في الديسكتوب يعني. تمام يعني، في مشكله برضه. طب ايه الحل يا باشمهندس محمد؟ إيه، هو مش عايز يعمل شير ليه؟ طب ماشي، انا هعمل ريفرش F5 واجي تاني. انا اجرب تاني كده اعمل سكرين، ستارت سكرين شير. هو انا شغال على الفايرفوكس 8 يعني. انا مجرب ان انا اعمل شير قبل كده شغال عليه. فمش عارف يعني الجافا متسطبه، فمش عارف المشكله فين يعني. يا باشمهندس محمد عبد الفتاح، هي المشكله في البراوزر، غير البراوزر يعني.
انترنت اكسبلورر. طب انا هجرب تاني كده على على الفايرفوكس، واجرب على الانترنت اكسبلورر تاني، مفيش مشكلة. بس انا مجرب موضوع الشير ده على على الاكسبلور، على الفايرفوكس شغال. يا جماعه انا بعتذر معلش، يعني محدش يزهق مني شويه بس. هو ما بيرضاش اساسا، هو بيقول لي it seems something won't warning while launching screen، مش عارف ايه في السوفت وير. فانا اجرب على الاكسبلورر دلوقتي. انا دلوقتي على الاكسبلورر، هبدأ اجرب تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله من محاضرة النهاردة نبدأ نشتغل ونكتب اوامر سيلكت، ونشوف البيانات الموجودة عندنا في الداتابيز بتاعتنا. احنا حضرتك سطبت البرنامج، البرنامج اوريدي بينزل معاه داتابيز خاصة باوراكل. ليه؟ لان هي بتعلق الداتابيز ديت تدريب تريننج ليك انت تبدأ ازاي تكتب اوامر السيكوال، وازاي تبدأ تشتغل وتشوف البيانات الموجودة. السيكونسري بتاعت الكورس، التسلسل بتاع الكورس بيبدأ بان رقم واحد حضرتك تشوف البيانات اللي موجودة في الداتابيز اللي عندك. يعني بمعنى حضرتك بقى تشتغل في شركة اوريدي، الشركة دي اساسا عندها داتابيز، مش هتروح تعملها داتابيز جديدة. فاوريدي انت اول حاجة هتعملها هتستعرض الداتابيز وتشوف ايه البيانات اللي فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين هتبدأ تتلاعب في البيانات، في ان انت ازاي تجيب بيانات من كذا جدول، ازاي تستخدم فانكشنز معينة، ازاي تطلع البيانات من داتابيز بطريقة معينة وبتنسيق معين. رقم اتنين ازاي حضرتك تدخل بيان جديد في الداتابيز، وازاي تعدل في بيان اصلا موجود، وازاي تمسح بيان من الداتابيز. بعد كده هننتقل لمرحلة انت ازاي تنشئ داتابيز جديدة بالريليشنالز الخاصة بالداتابيز. قبل ما نتكلم في القصة ديت، انا عايز اعرفك كونسبت معين وحاجة معينة. احنا عندنا في الداتابيز عندنا حاجة اسمها ERD. ERD ده اسمه Entity Relational Diagram. Entity Relational Diagram. يعني ايه Entity Relational Diagram؟ يعني انت دلوقتي حضرتك رايح تعمل مشروع جديد. ايه يعني ايه مشروع جديد؟ دلوقتي باشمهندس ابراهيم رمضان جه قال لي يا باشمهندس احمد انا عايزك تعمل لي برنامج يحسب لي ارباحي، وبيحسب لي الميزانيه بتاعتي، ويحسب لي انا بعت قد ايه في النهارده وكسبت كام، ويحسب لي خسائري، ويحسب لي انا عندي قد ايه في المخزن، ويحسب لي حضور وانصراف الموظفين. الكلام ده هو بيقوله لي كلاما، ما بيدينيش حاجه. هو بيقول لي انا قعدت معاه بيقول لي انا عايز كذا وكذا 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 بالبرنامج. طبعا انا ماسك ورقه وقلم وبكتب الكلام ده، بكتب الكلام ده اللي هو عايزه. بروح البيت امسك الكلام اللي انا كتبته، ببدا اعمل له عمليه اناليسيس، تحليل، ببدا احلل الموضوع ده. على فكره موضوع التحليل ده لو فهمته كويس جدا هتعرف تعمل داتابيز سليمه جدا جدا جدا. ببدا امسك التحليل ده واحلله وارسمه. انا عندي شويه مصطلحات،
هو ده البيزنس اناليسيس. انا عندي شويه مصطلحات لازم تكون عارفها كويس قوي وانت بتعمل تحليل. عندي حاجه اسمها entity، وعندي حاجه اسمها attribute، وعندي حاجه اسمها relational. تمام؟ ايه هي الانتيتي ديت، وايه هي الاتريبيوت، وايه هي الريليشنال؟ لما اجي اقول لك يا باشمهندس انا عايزك تتكلم على انواع العربيات عموما، حضرتك هتبقى عندك انتيتي، كائن هتتكلم عنه. ايه هو الكائن ده؟ العربيات. فهتروح عامل كده بنفس الطريقه ديت، راسم كده عندك في الورقه وكاتب عليها كارز، كار. دي بقى اسمها ايه؟ العربيات. طيب انت محتاج توصف العربيه دي. يعني ايه محتاج اوصف العربيه دي؟ يعني انت عندك شويه صفات متفقه على جميع انواع العربيات. اول حاجه الموديل، سنه الاصدار، هي نوع موديل سنه كام، الموديل ده النوع بقى بي ام دبليو، لانسر، مش عارف ايه، سنه الاصدار 2011 2010. عندك الموتور، عندك دفع امامي ولا دفع خلفي، عندك هي باب واحد ولا بابين، هي هاتشباك ولا كابورليه. انت فاهمني؟ فانت وصفت الانتيتي اللي اسمها ايه؟ كار. الوصف ده اللي هي الحاجات ديت اللي اسمها ايه؟ اتريبيوت. يعني انا بدات اوصف الكلام ده، انا بقول عندي انتيتي اسمها كار. الانتيتي اللي اسمها كار ديت هبدا اوصفها ازاي؟ انا عندي موديل متفق في جميع انواع العربيات، عندي تاريخ الاصدار وهي اصدار سنه كام، عندي الموتور بتاعها كام حصان، انا عندي بجنوط ولا من غير جنوط، وايا يكن انت هتوصف العربيه ازاي. مثال تاني، لما اجي اتكلم على انتيتي وانتوا بقى اللي هتردوا عليا، انتيتي اسمها امبلويز. عايز اوصف الموظف، عايز اوصف الموظف، هوصفه ازاي؟ هوصفه ازاي؟ ها، حد يقول لي. بالظبط. يبقى انا عندي اسم الموظف، عندي سنه، عندي الحالة الاجتماعية، عندي الخدمة العسكرية، عندي وهكذا. يبقى انا كده بدأت اعمل له اتريبيوتس. فعايز اوصل لك فكرة ان الانتيتي ديت، انت لما بتتكلم، لما انا قاعد دلوقتي مع صاحب البيزنس وبقول له انت عايز ايه من البرنامج، بيقول له انا عايز 1 2 3 4. بمسك الكلام ده اقراه واطلع ايه هو اللي هيبقى انتيتي علشان يتوصف. يعني ايه في الاخر؟ الانتيتي دي في الاخر بتبقى هي الجدول. الاتريبيوتس دي هي اسامي الاعمده بتاعت الجدول. يعني لو جينا عملنا كده تيبل وسميناه، انت خلي بالك الانتيتي بتبقى عامله ازاي، اسامي الاتريبيوتس تحت بعض. تمام؟ انت لما تيجي تقلبها الجدول هتعملها كده، انت هتسمي الجدول ايه؟ ام، وتروح جاي عامل كده، هتيجي تبدا بقى تحط الاتريبيوت ديت في الجدول. انت عندك رقم الموظف الاي دي، بعد كده عندي النيم، بعد كده عندي السالري، بعد كده عندي الادرس، بعد كده عندي وهكذا لحد ايه ما تحس ان انت كده حطيت جميع البيانات الخاصه بالموظف ووصفته. ليه؟ لان هنا بالبيانات ديت بتوصف الموظف. احنا دلوقتي اتكلمنا على الانتيتي، ان انا بمسك كائن وبتكلم عنه، بان انا اوصف الكائن ده عن طريق الاتريبيوتس ديت اللي هي بتوصف لي الكائن. لما اجي اقول لك اوصف لي نفسك هتقول لي انا اسمي فلان الفلاني، عندي كام سنه، شغال كذا، ساكن في كذا، خريج كذا، بعمل كذا. انت كده وصفت لي نفسك. فانا عايز اخد الوصف ده واحطه في جدول، بمسك اعمل اعمده. طبعا المصطلحات عندنا، الجدول طبعا اسمه تيبل،
العمود اسمه كولوم، الصف اللي هو بيان موظف اسمه رو. تقاطع العمود مع الصف بيديني الفيلد او السل اللي هي الخليه. تمام، لازم تكون عارف الاسامي دي كويس. طيب احنا اتكلمنا على الانتيتي واتكلمنا على الاتريبيوتس. طبعا انا اتكلمت باختصار، الكلام دوت مش قاعده كده يعني، الكلام دوت ده في كتاب. لا انا ممكن هو في طريقه ممكن بس تكتب عربي عشان انا ما بعرفش اقرا الفرانكو يعني، ما بحبش الفرانكو يعني. مبدئيا كده عايز تكتب سؤال تكتبه الانجليش لا اما عربي يعني. بس قبل ما تسال خلينا بس اشرح الاوريجينال بعد استسمعك يعني. انا عندي كذا نوع من انواع العلاقات. انا عندي انواع علاقات، حاجه اسمها ميني تو ميني، مجموعه من هنا ومجموعه من هنا. مثال عليها، مثال على الميني تو ميني، لما نيجي نتكلم على انا عندي عميل كاستمر وعندي اوردر. هنا العلاقه بين الجدارين دولي، بين الانتيتي دي والانتيتي دي ميني تو ميني. ازاي؟ لما ننزل كده انا وباشمهندس ابراهيم، ننزل نشتري في كارفور، ننزل نروح نشتري من كارفور يعني طلبات يعني. انا هروح مثلا اشتري كوكاكولا وبرانشي ومش عارف ايه والكلام ده، هو برضه هيشتري شويه حاجات. انا كاستمر وهو كاستمر ورحنا اشترينا اوردر من كارفور. هل انا الوحيد اللي اشتريت ازازه الكوكاكولا، ولا ازازه الكوكاكولا ديت كذا واحد بيشتريها؟ يبقى انا عندي كاستمر، كذا كاستمر بيشتري نفس المنتج اللي هو الكوكاكولا، والكوكاكولا ديت بيشتريها كذا كاستمر. فالعلاقه انا عندي كذا كاستمر بيشتري كذا اوردر. انا مش هروح اشتري كوكاكولا بس، انا اروح اشتري كوكاكولا وجبنه وبيض ومش عارف ايه. الحاجات ديت بتشترى بواسطه كذا كاستمر، مش انا لوحدي اللي هشتريها، ده في حد تاني هيشتريها وحد تالت هيشتريها. فالعلاقه هنا ميني تو ميني، يعني مجموعه حاجات من هنا بتترسم كده، شوكه كده وشوكه كده. طبعا انا هحط لكم كتاب بيشرح الاناليسيس ده بالتفصيل الممل، لازم تكون فاهمه كويس جدا يعني. طب مبدئيا كده الاوراكل ما بيفهمش الميني تو ميني، الاوراكل ما بيفهمش الميني تو ميني. فبنعمل ايه؟ عندنا حاجه اسمها 1 تو ميني، واحد من هنا قدامه مجموعه. ومثال على 1 تو ميني يعني انا ديت المين تو ميني دي هقلبها لكم دلوقتي 1 تو ميني، بس اشرح ايه هي ال1 تو ميني. انا عندي العلاقه بين الديبارتمنتس والامبلويز، يعني باللوجيك كده مين اللي المفروض يبقى موجود الاول؟ الموظف يبقى موجود، بعد كده بنجيب الاداره، ولا الاداره تبقى موجوده الاول بعد كده نجيب الموظف يشتغل في الاداره؟ ها، الاداره تبقى الاول، يبقى انا عندي الاداره الاساس بتاعي. طيب يعني انا دلوقتي بنيت الاداره وجهزت الاداره، وبعد كده عشان اعين فيها موظفين. السؤال التاني، هل الموظف دوت يجي يقعد عندي في الشارع ولا لازم له اداره؟ لازم له اداره. تمام، يبقى الحاجه التانيه، الموظف ده ينفع يشتغل لوحده في اداره ولا لازم يكون مع حد؟ لازم يكون مع حد. يبقى انا عندي شويه مجموعه من الموظفين من هنا، المجموعه دول شغالين في اداره واحده، اداره المشتريات، اداره الحسابات، اداره المخازن. هو مش هيشتغل لوحده، هيبقى معاه شويه زملاء، بس الاداره ديت اللي هي المخازن شايله الخمسه اللي هم شغالين فيها، الاداره اللي هي الحسابات شايله السته اللي شغالين فيها. فانا عندي مجموعه من الموظفين في اداره، والاداره فيها مجموعه من موظفين. يبقى انا عندي العلاقه ميني 1 تو ميني، 1 من ناحيه الاداره، 1 من ناحيه الاداره ومجموعه من الموظفين. فدي العلاقه اللي هي 1 ايه، 1 تو ميني. تمام. ينفع موظف من غير اداره؟ لا، لازم لكل موظف اداره.
بس ينفع ان اداره من غير موظف، لسه اداره تحت الانشاء، واداره لسه بنشئها جديد ما ينتش فيها حد. تمام. ديت العلاقه ال1 تو ماني. طب انا عايز كمثال للكاستمر والاوردر، انا عايز اكسر العلاقه من ماني تو ماني اخليها 1 تو ماني. بعملها ازاي؟ بروح عامل جدول تالت، اقول له ايه؟ اقول له انا عندي هنا الكاستمر، وعندي هنا الاوردر. طبعا انا عندي رقم الكاستمر بيقول لك ان الكاستمر ده اشترى الاوردر ده. طب اشتراه بكميه قد ايه؟ انا خدت كام ازازه كوكاكولا، وكان سعر الازازه الكوكاكولا كام، وكان انا دفعت كام. فهعمل جدول تالت، يا هنا العلاقه بين ده وده، بس اغير اللون. العلاقه بين الكاستمر والاوردر ميني تو ميني، لا انا عايز اخليها 1 تو ميني 1 تو ميني. هروح عامل جدول تالت اسمه ايتم، وهاجي اقول لك رقم الكاستمر ده برقم الاوردر ده مع يعني الكاستمر الفلاني ده، العميل ده مع الاوردر ده اشترى الكميه، اشترى الايتم ده بالكميه كذا. فبالتالي انا كسرت العلاقه من ميني تو ميني الى 1 تو ميني و1 تو ميني. ده فكر الاوراكل. الاوراكل ما بتفهمش حاجه اسمها ميني تو ميني. اي علاقه لو انت بتيجي تحلل مشروع ولقيت ان انت لما تيجي تحلل العلاقه باللوجيك بتاعك هتلاقيها ميني تو ميني، لا هتزود جدول تالت تكسرها من 1 تو ميني الى 1 ايه 1 تو ميني. اللي اسمه ايه؟ ده اللي اسمه فوق كده اللي اسمه ايه؟ الريليشنال. يبقى احنا اتكلمنا على الانتيتي، انا بمسك كائن وبتكلم عليه وبوصفه عن طريق الاتريبيوتس. الاتريبيوتس دي اللي هي بتبقى اسامي الكولمز. الريليشنال ان انا ببدا اقسم الجدول بتاعي، البيانات بتاعتي على كذا جدول متربطين ببعض. ابدا اقسم البيانات بتاعتي على كذا جدول ايه متربطين ببعض. الكلام ده واضح ولا في مشكله؟ طيب انا دلوقتي هحط لكم لينك في جميع الكتب الخاصه اللي حضرتك هتبدا تنزلها علشان تذاكرها. حضرتك اللينك ده كل الكتب الخاصه بالاوراكل. تمام. حضرتك هتنزل كتابين، هتنزل لينك اسمه كل كتب الديفلوبر، وهتنزل لينك اسمه كتاب التحليل او الداتا موديلنج اللي بيشرح الانتيتي والريليشنال اللي انا بكلم فيه دلوقتي. التحليل ده ما شفتش حد شرحه في فيديو او شرحه على اي حاجه، فانا نزلت لك رفعت لك الكتاب PDF واتكلمت الكونسبت العام بتاع الاناليسيز. انت حضرتك هتكمل وهتنزل الكتاب وتقراه. لو حاجه وقفت قدامك تبعت لي وتقول لي الحته ديت وقفت قدامي. نيجي نتكلم على موضوع الحلقه بتاعه المحاضره بتاعه النهارده اللي هتترفع للباشمهندس تامر نبيل. انا هتكلم اجماليا وحضرتك هتنزل حلقه تذاكرها وتطبق عليها. تمام. ولو في اي حاجه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هنتقابل ونتكلم. انا دلوقتي قلت الانتيتي والتيبل. انا في عمليه التحليل، انا في عمليه الاناليسيز وانا بعمل تحليل بيبقى المسمى بتاعي انتيتي. لما اتاكد ان الريشنال صح والاتريبيوتس واضحه وكامله ببدا احول الانتيتي بتاعتي ده التيبل. يبقى انا في الاناليسيز المسمى بتاعي انتيتي وبيبقى مرسوم بالطريقه دي. خلي بالك ان الكيرف ده هنا مش شارب، يعني هو هنا بكيرف، هنا بكيرف. اتكلمت هنا قلت ايه؟ انا عندي كار بيبقى اسم الانتيتي مفرد، اسم الانتيتي مفرد والرسمه بتاعته بكيرف، وبكتب الاسامي الاتريبيوتس بالعرض كده. تمام. تاكدت ورسمت العلاقه مثلا بين الكار ان العربيه ديت 1 تو ميني مثلا مع المصنع. تمام. ان المصنع ده هو مصنع واحد بيطلع كذا عربيه.
تمام. فهي ميني من عند المصنع، وان من عند ايه العربيه، او ميني تو ميني، ميني تو ميني، انا اسف، ميني تو ميني، ان المصنع ده بيطلع كذا عربيه، والكذا عربيه دي طالعه من المصنع دوت فيه كذا نوع. عند عربيه، عندي لانسر هاتشباك ومش عارف ايه وكذا، عندي كذا اداره في المصنع، فبتطلع لي كذا نوع. تمام. فببدا اعمل جدول تالت، اللي هو مثلا يقول لي ان العربيه ديت طالعه من القسم ده نوعها كذا. تمام. ففي التحليل الاسم عندي انتيتي، وبيبقى اسمه مفرد، وبيبقى الاتريبيوتس عندي بالطول. باجي بعد ما حللت وتاكدت ان الاناليسيس بتاعي كويس، باجي في عمليه بقى التنفيذ، اللي هو هنا ابدا انشئ الجدول. بيبقى برسمه شارب كده. تمام. بيبقى اسمه جمع، بيبقى بالطول كده. هنا الرقم العربية نوعه كذا. تمام. طبعا انا مش هوصل ان انا ارسم التيبلز ده كده الا لما اكون انا متاكد ودرست الاناليسيس بتاعي صح. طبعا في برامج بتعمل الكلام ده، في برامج اللي هي ايه، برنامج زي اليو ام ال وكونسبت اي ار دي، بيعمل لك بيرسم لك الاي ار دي لوحده، انت بس بتديله البيانات وهو وبيكتب لك كود الكرييت كمان يعني. فده الفرق بين الانتيتي والتيبلز. في مشكله، هو الانتيتي في التحليل هو التيبلز بعد ما حللت. طيب انا دلوقتي ثواني يا باشمهندسين. انا اسف. هنيجي نتكلم بقى ان انا دلوقتي عندي داتابيز وعايز اشوف البيانات، عايز اتريف البيانات من جمله ايه السلكت. طبعا انا هتكلم سريعا والمحاضره هتترفع، حضرتك هتنزلها وهتذاكرها. تمام. انا عايز اشوف ايه هي امكانيات جمله السلكت، عايز انفذ جمله سلكت بسيطه، عايز اعرف بين الفرق بين السيكوال ستيتمنتس والاي سيكوال بلس كوماند. تمام. نو ساوند. انا اسف. انا اسف يا جماعه، انا اسف. تاني خلاص. انا كنت عملت اكتيفيت للمايك وبعدين ديس اكتيفيت تاني يعني. انا عايز اشوف ايه هي امكانيات جمله السلكت، وعايز انفذ جمله سلكت بسيطه، وعايز اعرف ايه الفرق بين السيكوال ستيتمنتس والاي سيكوال بلس كوماند. تمام. جملة السلكت بتعمل لي 3 وظايف. جملة السلكت بتعمل لي 3 وظايف. اول وظيفة اللي هي البروجيكشن، ان انا ببدأ اشوف اعمدة. انا عايز رقم الموظف واسمه بس، ده حاجة اسمها بروجيكشن. بروجيكشن لما اجي اقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشمهندس محمد، عايز اشوف اسلكت البيانات اعمدة، عايز اطلع اعمدة بس. بروجيكشن يعني اعمدة، هشوف بعمود بس. يعني انا عايز رقم الموظف وعايز اسمه، عمودين بس. انا عايز اشوف ارقام الموظف، عايز اشوف اسماء الموظف. يبقى كده العمليه اللي انا بعملها في جمله سيلكت اسمها ايه؟ بروجيكشن. لما اجي اسالك ايه هي وظائف جمله السيلكت، هتقول لي بروجيكشن، سيلكشن. السيلكشن اللي انا ببدا اسلكت رو كامل او صف كامل بيانات الموظف، اسمه وسنه وعنوانه. تمام. والجوين ان انا ببدا عمليه ربط بين تو تيبل، ببدا اربط بين تو تيبل، ان انا ببدا اجيب بيانات من تيبل 1 وتيبل 2 بجمله سيلكت واحده، والكلام ده هيتوضح قدام ان شاء الله. يبقى انا لما اجي اقول لك ايه هي الفرق او هي وظيفه جمله السيلكت، هتقول لي بروجيكشن وسيلكشن وجوين. تمام. انا طبعا هشرح الكلام ده سريعا لان الباشمهندس تامر في الفيديو شرحه بالتفصيل، بس انا يعني بديك ان انت ازاي تكتب يعني. طيب عايز انفذ جمله سيلكت، دي طريقه الكتابه. بص معايا كده، ان انا ببدا اكتب في الانفايرمنت بتاعتي اللي انا مش عارف اعمل شير عشان اوريها لكم يعني. سيلكت استريك سيلكت، هكتب جمله سيلكت
طبعا سيلكت دي كلمه ريزيرفد وورد، كلمه محجوزه في السيستم بتاعي، كلمه محجوزه في السيستم بتاعي. سيلكت لازم يكون معاها فروم، اللي انت هتسلكت منين. سيلكت لازم يكون معاها ايه؟ فروم. سيلكت فروم. طب سيلكت ايه؟ انا عايز سيلكت، انا بدايه كده انا مش عايزك تحفظ طريقه الكتابه، انا عايزك تفهم طريقه الكتابه. بص معايا كده، انا هكتبها لك هنا افضل. انا دلوقتي انا هطبق عملي كأن انا الاوراكل، وهطبق عملي معاكم دلوقتي. انا عايز اشوف اكتب جمله سيلكت، فهبدا اقول له سيلكت. تمام، لازم اعمل انتر كده واقول له فروم، لان لازم جمله سيلكت يكون معاها ايه؟ فروم. طيب سيلكت الحاجه اللي انا عايز اختارها. ايه اللي انا عايز اختاره؟ عايز اختار إيه؟ اسم الموظف مثلا. خلي بالك ان ريزيرفد وورد يعني ادب كتابه لازم يبقى كابيتال، والباقي بيبقى سمول. الباقي بيبقى ايه؟ سمول. هتقول لي يا باشمهندس طب انا لو كتبت ريزيرفد وورد سمول فيها مشكله؟ اقول لك لا، بس عشان لما تيجي تعرف تقرا الكود بتاعك هتعرف تقراه كويس. فسلكت اللاست نيم. تمام، انا اخترت كده، انا عايز اشوف اسم الموظف. تمام، منين؟ من اسم الجدول. انا عايز اشوف اسم الموظف منين؟ من اسم الجدول اللي هو اسمه ايه؟ امبلويز. يبقى انا كده كتبت جمله استعراضيه هتعرض لي بيان اسم الموظف من جدول ايه؟ الموظفين. طيب هو هناك في المثال بيقول لك انا عايز اشوف. طب انا لو عايز اشوف كل البيانات وانا داخل على تيبل انا ما اعرفش هو في عندي كام عمود، فقال لك لا انا عندي حاجه حلوه كمان، ان انت ممكن تعمل ايه؟ سيلكت استريسك، اللي هي النجمه دي. النجمه دي وفرت لك مجهود ان انت تبدا تكتب اسامي الاعمده كلها. هات لي كل البيانات، علامه النجمه دي يعني كل all data from الامبلويز. تمام، دي كده جمله سيلكت بسيطه. نرجع تاني للباوربوينت. بص كده بيقول لك ايه اهو selecting all columns، هات لي جميع الاعمده. فسلكت asterisk from ايه؟ الديبارتمنتس. خلي ركز معايا، select وفروم مكتوبه كابيتال، ادب كتابه. ده ادب كتابه. يعني انا لو كتبتها سمول مفيش مشكله، الاوراكل مش هيعترض، بس يحبذ ويفضل ان حضرتك تكتب الريزيرفد وورد اللي هي كلمات السيستم بتاعت اوراكل بالكابيتال، وكتب اسم الجدول بالسمول. طيب انا عايز اشوف اسلكت كذا، يعني اسلكت كذا كولوم، يعني اسلكت كذا حاجه. انا عايز اجيب اسم الموظف والمرتب بتاعه، فهقول له مثلا عندي اللاست نيم، ده اسم ايه؟ الموظف. تمام. طيب انا عايز اجيب حاجه كمان معاه. هعمل ايه؟ هاخد مسافه كده وهقول له كوما هات لي السالري. عايز اجيب كمان حاجه، هقول له كوما هات لي الجوب اي دي. هتقول لي يا باشمهندس هو انت بتضحك علينا؟ انت كده بتضحك علينا. انت عشان انت شغال بقالك كتير فانت حافظ اسامي الاعمده، واحنا مش عارفين ايه الاسامي التيبلز اللي عندي اصلا، ولا عارف ايه اسامي الاعمده، صح؟ مش ده السؤال اللي انت حضرتك بتساله دلوقتي؟ انا لو عايز اشوف اسامي التيبلز كلها اللي عندي، عايز اشوف اسامي التيبلز كلها، كل التيبلز الموجوده عندي في اليوزر اللي انا داخل بيه،
هكتب امر بسيط هو مش موجود بس انا هقول لك تكتبه ازاي. select asterisk يعني هات لي كل البيانات from حاجه اسمها تاب. تاب ديت بتجيب لك اسامي الجداول كلها. فحضرتك قبل ما تيجي تبدا تعمل اي حاجه في اي حته في الدنيا في شغل جديد فتقول له select asterisk from تاب. انا ما اعرفش اسامي التيبلز يا باشمهندس فانا عايز اعرفها الاول. تمام. يعني انا مثلا لما اجي اعمل انترفيو مع حد واقول له خش على السيستم، اول حاجه لما يكتب select asterisk from تاب اعرف ان هو فاهم. تمام. ليه؟ لان هو اكيد مش عارف اسامي التيبلز عايز يستعرض اسامي التيبلز. تمام كده ديت هيجيب لك اسامي التيبلز كلها. طبعا في امر في الاخر في اخر الشابتر ده انا عايز استعرض ايه هي الاعمده اللي موجوده عندي في التيبل، فامر اسمه ديسك. هتقول له ديسك امبلويي هيجيب لك اسامي الجدول ده فيه كام عمود، هيجيب لك اسامي الاعمده. فبالتالي حضرتك هتعرف اسامي الاعمده وهتعرف ايه هي الجداول. بكده انت دلوقتي معاك ان انت تعرف يعني عندك كام تيبل، تعرف الاعمده بتاعتك نوعها ايه. نرجع تاني. انا طبعا الكلام ده هيتشرح تاني في الفيديو اللي هترفع مع الباشمهندس تامر. وظيفه او ازاي تكتب جمله سيلكت بيقول لك ان السيكوال ستيتمنتس ار نوت كيس سنسيتيف. يعني انا كتبتها كابيتال كتبتها سمول هتتنفذ. تمام. قال لك السيكوال كان بي 1 لاينز اور مور لاين. انت ممكن تكتبها على سطر واحد او على كذا سطر. لو نفترض ان انا الاوراكل وجيت كتبت جمله سيلكت كده سيلكت اللاست نيم كوما انتر السالري كوما انتر الجوب اندرسكور اي دي فروم انتر الامبلويز. هتتنفذ؟ هتتنفذ. يا باشمهندس انت كاتب سمول؟ لا عادي. يا باشمهندس انت كاتب كل عمود في سطر؟ اقول لك عادي هتتنفذ. تمام. ايه اللي مش هتنفذ؟ لو انت جيت كده وقلت له اس اي ال ورحت عامل كده قسمت الجمله الى على سطرين، دي كده مش هتنفذ. كده ايه مش هتنفذ؟ يعني خلي بالك انت كده مش هتتنفذ. كده تتنفذ بالبلدي كده. ايه اكتر اول حاجه كأنا كسيستم كاوراكل بتست عليها؟ بتست رقم واحد على السنتكس. انت كاتب صح ولا غلط؟ انت طريقه كتابتك. يبقى انت عايز تسلكت كذا كولم، هتسلكت كولم كوما كولم كوما كولم كوما كولم. طب انت لو ناسي كوما هيطلع لك ايرور. طيب تاني حاجه بيسلكت عليها رقم اسم التيبلز. هو الجدول ده اللي انت بتسلكت منه هو موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبقى خلاص يبقى كده انت شغال كويس. تمام. اهو الحته اللي انا قلت لك عليها ان انت لو قسمت الجمله على سطرين بيقول لك اهو انت ما ينفعش تقسم الجمله على ايه؟ على سطرين. قال لك انت ممكن تستخدم ان انت تبدا تخلي الريزيرف وورد كابيتال عشان الريدابيلتي بتاعتها، انت تسهل القرايه. يعني انت كده لو بصيت على الجمله ممكن تزغلل تقول لك انت فين الريزيرف وورد، بس انت لو خليت السلكت كابيتال والفروم كابيتال كده انت بدات على طول اول ما انك تقع على الامر هتعرف ايه هو الكابيتال وايه هو ايه هو الريزيرف وورد وايه هو ايه الكلمات العادي. تمام. احنا في الاي سيكوال بلس اللي هو بيفتح البراوزر. انا عايز اوريك والله العظيم بس انا مش عارف يعني هو اجرب كده الشيرنج تاني يمكن ربنا يهديه ويعمل شيرنج. في الاي سيكوال بلس برضو مش عايز يعمل شير. الاي سيكوال بلس ما بينفعش نحط مش لازم نحط سيمي كولوم اللي انا ببدا اختم بيها البرنامج اختم بيها الامر. يعني انا لو جيت هنا قلت له select النيم فروم الامب، هنا في الاي سيكوال بلس او سيكوال ديفلوبر مش شرط تكتب سيمي كولوم. سيمي كولوم ديت بتقول لك ان الامر انتهى ابدا نفذ. تمام.
مش شرط تكتب سيمي كولون. اما في السيكوال اللي هو بتجيب حضرتك من قائمه ستارت هتلاقي كده بيفتح معاك زي نوت باد، لازم سيمي كولون، لازم سيمي كولون تفهم ان هو الامر انتهى، ابدأ نفذ الامر. تمام. احنا عايزين نبدأ نعمل عمليات جمع وطرح وقسمة والكلام ده. انا يعني انا عارف ان انا بجري في الشرح لان انا ورايا ميعاد. تمام. الساعة 3:30، فانا بجري في الشرح علشان الميعاد، بس ان كده ان غير كده ان الكلام ده باشمهندس تامر رفعه في الفيديو، باشمهندس محمد فتاح هو حاليا بيرفع الفيديو، وهتلاقوه على طول على قناتي الأكاديمية، وهتنزلوه تذاكروه، وهنتقابل ان شاء الله يوم الجمعة الجاية هنشرح الكلام ده تاني ونبدأ ننفذه عمل، يكون مشكلة الشيرنج اتحلت. طيب الكرييت اكسبريشن، انا هبدأ هعمل اكسبريشن. اول ما هبدأ اعمل عملية حسابية يبقى انا كده ببدأ اعمل عملية اسمها اكسبريشن. ببدأ اعمل عملية اسمها ايه؟ اكسبريشن. انا عندي نوعين من الاكسبريشن، عندي حاجة اسمها arithmetical expression وعندي حاجة اسمها logical expression. ايه هي اللوجيكال وايه هي الارثماتيكال؟ الارثماتيكال واللوجيكال. اللوجيكال لما اجي اقول لك هي الواحد اكبر من الخمسة، طب هي الواحد اصغر من الخمسة، هي الواحد يساوي، يعني ايه اوامر الاكبر من، الاصغر من، الاكبر من او يساوي، الاصغر من او يساوي، النوت ايكوال اللي هي بتبقى عامله عندنا كده، ده اسمها لوجيكال. ده اسمه ايه؟ لوجيكال. طبعا الكلام ده احنا عارفينه من ثالثه ابتدائي. طب ايه هي الارثماتيك؟ قال لك عمليه الاد، الجمع، عمليه السبتراكشنز، الطرح، المالتيبليكيشنز، الضرب، الديفايدد، القسمه. طيب هل انا عندي اولويات في تنفيذ العمليه الحسابيه عندي كاوريكل؟ قال لك لو انا جيت عملت لك معادله بسيطه كده وجيت قلت لك 2 زائد 5 في، دي علامه الفي، في 4 ناقص 1 على 6، ايه اللي هيتنفذ الاول؟ انت هتقول لي 2 زائد 5 ب7، في 4 ب28 ناقص 1 27 على 6 فيها، لا اقول لك انا اسف ده كده بره. اما في الاوريكل ايه اللي بيتنفذ الاول؟ الضرب اولا، الضرب اولا، يعني اضرب 5 في 4 بكام؟ ب20. ايه العمليه الثانيه اللي تتنفذ التاني؟ القسمه، يعني هيبدا يمسك ال 20 دي سامها على 6. تمام، دي رقم 2. وبعد كده الجمع اللي هيطلع من هنا يجمعه على 2، وبعد كده اللي هيطلع يطرحه منه 1 ويطلع لك الناتج، ويطلع لك ايه؟ الناتج. يبقى انا عندي الضرب اولا، القسمه، الجمع، الطرح. طب انا لو عايز اخلي الجمع الاول، قال لك حطه، بسيطه، حطه بين اقواس. يبقى انا عندي الاولويات، ده لازم تكون انت فاهم الكلام ده كويس، يعني ده في اي حته في البرمجه، الحته دي الضرب، القسمه، الجمع، الطرح. وعلشان اجبر الاوريكل ينفذ لي عمليه مثلا الجمع قبل الضرب، احط عمليه الجمع بين اقواس، يعني احط الاقواس الاول، ده اللي هيتنفذ الاول. لو في اقواس، مفيش هيبقى الضرب، بعد كده القسمه، بعد كده الجمع، بعد كده ايه؟ الطرح. تمام. طيب كلام جميل. انا عايز احط جمله سيلكت فيها الكلام ده، فبقول له سيلكت، روح اختار اللاست نيم كوما السالري كوما، روح اجمع العمود السالري ده اللي هو المرتبات بلس ال 300 بس فروم الامبلويز. لو لاحظنا ان انا لو كنت عامل استعراض للاعمده ما عنديش عمود اسمه سالري زائد 300، هو راح جايب لك السالري زائد 300 وراح مزود لك عمود جديد في الجدول
ما اسمه سالري زائد 300 وجمع فعلا 300 على المرتبات بتاعه الموظفين. في مشكله في الكلام اللي انا بقوله ده، يعني انا سريعا انا بستعرض سريعا بفتح لك دماغك، وهتلاقي المحاضره مشروحه بالتفصيل ومتطبق فيها عملي، وحضرتك هتطبق فيها عملي. تمام. بص معايا هنا الكلام اللي انا بقوله هنا، الاولويات بتاعه التنفيذ. بص سيلكت اللاست نيم كوما السالري في 12 زائد 100. هنا هينفذ ايه؟ هيروح يضرب السالري في 12، هات لي المرتب السنوي واللي هيطلع اجمع لي 100. يبقى انا هنا بالحته دي لو انا عايز ازود الموظفين 100 جنيه، هنا زود لي 100 جنيه في شهر من 12 شهر في السنه. طب انا لو عايز اقول لك انا عايز ازود ال 100 جنيه ديت في ال 12 شهر، هتروح حاطط لي ايه؟ اقواس كده، اجمع لي ال 100 على السالري الاول كده انا زودتها على كل الشهور، واضرب لي في 12 هات لي المرتب السنوي بتاع ايه؟ بتاع الموظف. الكلام دوت واضح؟ انا عايز كونكت معايا كده، لما اقول واضح يبقى الرياكشن بتاعك سريع. طيب انا عندي حاجه اسمها النال فاليو. ايه هي النال فاليو دي؟ طبعا انت ممكن تغيره وتسميه اي حاجه. انا على فكره مش هكمل شرح الشابتر، يعني مش هكمل الاستعراض بتاع الشابتر كله، لان انا معايا ميعاد الساعه 3:30 والساعه 3:15 دلوقتي يعني. فانا سريعا بتكلم يعني. انا لو اتكلمت دلوقتي وسالتك سؤال وتجاوبني عليه، انا عندي شركه، هل جميع الموظفين اللي في الشركه بياخدوا عموله ولا فئه معينه بس اللي هي اللي بتاخد عموله؟ فئه معينه اللي هم الناس اللي شغاله في السيلز، اللي شغاله في المبيعات. بعت كتير هتاخد عموله كبيره، ما بعتش كتير مش هتاخد عموله. فانا عندي عمود اسمه عمود الكوميشن، عمود العموله في الجدول بتاعي. طبعا الموظف اللي شغال في الحسابات ملوش ان هو ياخد عموله، فبالتالي الحته دي بتبقى فاضيه. الفاضيه دي عندنا اسمها نل. يعني ايه نل؟ يعني قيمه غير معروفه، يعني اللي هي صفر. هي مش صفر، صفر دي قيمه، لا صفر ده قيمه. صفر قيمه معروفه ينفع اعمل عليها عمليه حسابيه. ده الشرطه دي قيمه، دي شرطه. اما فاضيه خالص ديت يعني حاجه غير unknown، غير معروفه، انا مش عارف. لما اجي اقول لك دلوقتي يا باشمهندسه فاطمه انت معاكي فلوس كام في المحفظه بتاعتك، ما تعرفيش. انا جيت اديتك دلوقتي شويه فلوس وقلت لك خلي دول معاك، وانت رحت خدتيهم حطيتيهم في جيبك، انت عارفه انت خدت كام في جيبك؟ ما تعرفيش. طب انت عارفه لو انت معاكي فلوس وخدت الفلوس اللي انا اديتها لك ديت اللي انت ما تعرفيش هي كام على الفلوس اللي بتاعتك، انت عارفه دلوقتي انت معاكي كام؟ ما تعرفيش. فدي حاجه غير معرفه، غير معلومه، يعني لا هي صفر ولا هي شرطه، هي فاضيه، هي حاجه فاضيه. اسمها ايه؟ النال فاليو. يقول لك ايه؟ a null value a null is a value that is unvaluable. بقى unknown مش عارف ايه حاجه. هي بقول لك ايه؟ is not the same as a zero. هي مش زيرو or ولا blank space، يعني هي يعني ما هي لا هي شرطه، هي حاجه فاضيه. اسمها ايه؟ null value. النال فاليو ديت ما ينفعش اعمل عليها عمليه حسابيه، ما ينفعش اجمع عليها، يعني اي عمليه حسابيه مع عمود النال فاليو بنال فاليو. قاعده اي حاجه في نال سواء جمع طرح اسم ضرب بنال. تمام. طب يا باشمهندس في حل؟ في حل بس في شابتر 3 ان شاء الله. لما نوصل شابتر 3 نعرف ايه الحل ان انا اعالج بيه النال فاليو دي. لما اجي استعرض عمود النال فاليو، انا عندي عمود النال فاليو اسمه ايه؟
قيمه، كلمه محجوزه ملهاش قيمه، هي مش كلمه، او هي مكان فاضي ملوش قيمه، هو مكان فاضي ملوش قيمه. يعني هي نقولها مكان فاضي ملوش قيمه، لان هي كلمه ديت، ما هي الكلمه ديت تبقى حاجه ليها قيمه. اما هو مكان فاضي سبيس ملوش قيمه. لو انا عايز اسلكت القيمه ديت، فبقول له سلكت اللاست نيم وجوب اي دي وكذا وكذا، اسامي الاعمده بقى بتاعتي، وعمود الكوميشن بتاعي اللي هو كوميشن اندرسكور بي سي تي. تمام. ده بص كده هنا الموظف ده ما بياخدش كوميشن، الراجل ده اساسا المدير رئيس مجلس الاداره ما بياخدش كوميشن، الراجل ده ما بياخدش كوميشن. الراجل ده عشان بص شغال سيلز مان اس اي مان اهو، راجل سيلز، راجل مبيعات، خد كوميشن. ده سيلز ريبريزنتيف مندوب مبيعات، خد كوميشن. تمام. يبقى الناس اللي بتاخد كوميشن هي اللي شغاله في ايه؟ في المبيعات. طيب انا عايز بص بقى النال فاليو ان ارثماتيكال اكسبريشن، لو انا عايز ادخلها في عمليه حسابيه اقول له ايه؟ اضرب لي، انا عايز دلوقتي اضرب السالري في العموله، هيطلع لي المرتب اللي هياخده في 12، طلع لي المرتب السنوي. فالناس اللي ما بتاخدش اساسا كوميشن، هي على فكره الباوربوينت مقلوب، يعني هي ديت الصوره دي مقلوبه يعني. الناس اللي ما بتاخدش كوميشن مطلعوا ان هو ما بياخدش اي حاجه اصلا، لما ضرب السالري في 12 في الكوميشن طلع لي بنال. ليه؟ لان انا لسه قايل لك من شويه ان اي حاجه في نال فاليو بنال فاليو، اي حاجه في نال فاليو بنال فاليو. اما الناس اللي بتاخد كوميشن طلع لها قيمه. طب يا باشمهندس هل في علاج للموضوع ده؟ بس في شهر 3 ما بحبش اسبق الاحداث. في باشمهندس احمد سوفت باين او حاجه زي كده، احمد سوفت كان قال هو انا ينفع اغير اسم العمود اللي هو بيطلع لي ده؟ بص طلع لي 12 في السالري في الكوميشن بي سي تي، ينفع اديله اسم تاني؟ او هو العمود اللي هو ده السالري زائد 300 ينفع اغير اسمه؟ قلت له ينفع اديله اسم دلع، اسم مستعار اللي هو الياس، اسم مستعار اللي هو ايه؟ الياس. الالياس ده بيرينيم الكولم هيدنج، بيرينيم الكولم هيدنج، الاسم الهيد بتاع الكولم اللي هو ده. بص الكبير ده بيرينيمه، بيغير الاسم ده. طيب انا عايز اكتبه، سيبك بقى من الكلام ده، انا بص كده عايز اكتبه. انا عندي طريقتين هكتبها لك، انا هنا هشرحها لك، انا هكتبها لك اهو. سيلكت اللاست اندرسكور نيم، انا عايز اخليها يطلع باسم نيم بس، فهعمل ايه؟ قال لك انت عندك طريقتين تكتب بيها الالياس، الاسم المستعار او اسم الدلع بتاع العمود، انا عايز ادلعه كده. قال لك ان انت تاخد مسافه وتقول له نيم بعدين كوما. كلمه نيم ديت لازم تكون قبل الكوما، لازم تكون قبل الكوما. الاوراكل لما يجي ينفذ الامر ده هيمشي سيلكت نيم، ما شافش كوما وشاف اسم، هيعرف ان الاسم ده اسم مستعار او الياس للعمود ده، اسم مستعار او الياس للايه؟ للعمود ده، ما دام ان هو ايه؟ قبل الكوما. جيت تاني هنا وقلت له ان السالري بلس 200 وعايز اديها الياس، هاخد مسافه كمان وهقول له ايه؟ نت سالري، نت اندرسكور مسافه سالري. هيجي ينفذ الاوراكل يروح مديني ايرور. ايه ده؟ ليه؟ هقول لك لان الاوراكل يا ينفع اجمع عمودين وثلاثة واربعة وعشرة مع بعض، بس صبرا صبرا صبرا. ليه اداني لما يجي انفذ هنا اديني ايرور؟ قال لك ان الاوراكل ما بيفهمش حاجه اسمها مسافات. اوراكل غبي شويه في المسافات، ما بيفهمش حاجه اسمها مسافه. طب انت عايز تدي مسافه وتظهر لك بالمنظر ده، تظهر نت مسافه سالري. قال لك بكل بساطه انت عايز تظهرها كده مسافه، هتقول له اعمل لي دبل كوتيشن كده ودبل كوتيشن كده، يلاقي شيفت طه،
علامات تنصيص قبلها وبعدها كده، هي الاوراكل هينزل لك نت مسافه سالري. طب يا باشمهندس لو انا مش عايز اخلي علامات التنصيص ديت، في حل تاني؟ قال لك قال لك ان انت ممكن تيجي هنا بين النت والسالري وتقول له اندرسكور، كده هينزل لك الكلمتين ايه جنب بعض. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا لو عايز اظهر فيها مسافه ممكن اندرسكور وممكن علامات تنصيص كده قبلها وبعدها. تمام. قال لك ان انت عندك حاجه اوبشن، ممكن تستخدمها وممكن ما تستخدمهاش. لما اجي اقول لك مثلا الجوب اندرسكور اي دي وعايز اديها اسم، انت ممكن تستخدم حاجه اقول له ايه از وتدي له الياس مثلا جوب نيم، انا كتبتها كلمه واحده. يبقى انت ممكن تستخدم كلمه از، هتعرف الاوراكل ان اللي جاي بعدها الياس. ممكن تاخد مسافه وقبل الكوما بتاعه العمود تكتب النيم الالياس بتاعك. وعلشان تطلع، خلي بالك ان انت هنا عملت دبل كوتيشن ودبل كوتيشن، ايه الحكمه تاني برضو ان هو يتجاهل المسافه ديت وينزلها لك زي ما هي؟ ان الدبل كوتيشن ديت بيتنزل لك اسم الكولمز بالفورمات اللي حضرتك عايزه، بنفس الفورمات ده. يعني هتنزل سمول هنا هينزلها لك كلها كابيتال. طب انت عايز تنزلها سمول زي ما هي كده، تقول له دبل كوتيشن. دبل كوتيشن بتعمل حاجتين، بتنزل لك الاسم فيه مسافه وبتنزل لك الاسم بفورماتك. انت عايز اول حرف كابيتال والباقي سمول هيتعمله لك كده، عايزها كله سمول هتعملها لك كده. تمام. فده اسمه ايه؟ طريقه كتابه الالياس. بص كده، سيلكت اللاست نيم وكتب از اللي انا قلت لك اوبشن، ممكن تكتبها ممكن ما تكتبهاش. ونيم هنا كتب كوم من غير از وظهر له الاثنين كابيتال، ايه كابيتال في الاستعراض. بص هنا انا عايز اول حرف كابيتال والباقي سمول، راح اعمل له ايه؟ بين دبل كوتيشن، نزلت النيم بين دبل كوتيشن اهو، اول حرف كابيتال والباقي سمول. انا عايز احط مسافه واول حرف كابيتال والباقي سمول اهو، اول حرف كابيتال والباقي سمول وحط مسافه وكمل عادي. تمام كده بالنسبه للالياس. تمام كده يا باشمهندسين. طيب باشمهندسه فاطمه برضو كانت مستعجله وبتقول انا ينفع اجمع عمودين في عمود واحد؟ قلت لها حاجه اسمها الكونكاتونيشنز اوبريتور، اللي هي التو بار دي. التو بار اللي هي شيفت واللي فوقها على طول، الزرار اللي فوق الشيفت على طول في الكيبورد. تمام. التو بار دي بتمكنك من ان انت تحط، هقول لك مثلا انا عايز، هقول له سيلكت الفيرست نيم وعايز اظهر اللاست نيم معاها في نفس الوقت، اقول له ايه؟ كونكات كده الزق لي اللاست نيم معايا، وعايز ادي الكلام ده كله الياس، وهقول له ايه؟ الفول اندرسكور نيم فروم الامبلويز. هقول لك يبقى انا هنا البلس والزائد ديت في الجافا، انا عندنا في الاوراكل علامه الكونكات دي. تمام. اللي هي التو بار ديت بتعمل اتنين عمود في نفس الوقت مع بعض. يبقى انا هنا عملت الفيرست نيم واللاست نيم، نزلتهم الاتنين جنب بعض. بس خلي بالك انت لما تيجي تعملها بالطريقه ديت، بص كده النتيجه، اللاست نيم كونكات الجوب نزل لي اللاست نيم لازق فيه على طول الجوب، مفيش فيه مسافه، مسافه. طب انت عايز تدي مسافه، هتعمل ايه؟ هتروح واخد مسافه كده وهتروح عامل سنجل كوتيشن مسافه سنجل كوتيشن وتروح عامل كونكات تاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني روح هات لي الفيرست نيم ونزلهولي، وروح اعمل لي نزل لي مسافه. احنا قلنا الاوراكل ما بيفهمش مسافه، عايز احط مسافه يبقى سنجل كوتيشن ومسافه وحاجه فاضيه هيعرف ان دي مسافه. هتنزل لي مسافه وبعد كده هيروح منزل لك ايه؟ اللاست نيم بعد المسافه.
حط اللاست نيم، الزق المسافه، الزق بعد المسافه اللاست نيم، فهيظهر لك ان في كلام. طب انا لو عايز احط كلمه هنا، عايز احط كلمه، عايز احط علامه اند، عايز احط كده، هتنزل زي ما هي. تمام؟ ده بالنسبه لعمليات الربط بين كذا كولومز. قال لك ان انت هتستخدم كلمه ثابته literal character string، لازم حضرتك تحط سنجل كوتيشن سنجل كوتيشن، والمسافه بين العمودين تعتبر من الليترال سترينج، فلازم تتحط بين سنجل كوتيشن. الكلام ده واضح؟ بص هنا اللاست نيم كونكات عمل سنجل كوتيشن سنجل كوتيشن از ا كونكات جوب، فظهر لك هنا كينج از ا ووظيفته، كينج از ا وظيفته، وراح مديله الياس باي طريقه بقى، حط از، حط دبل كوتيشن، براحته. تمام؟ طيب انا اخر حاجه هشرحها النهارده اللي هي ديت، وهستأذن منكم علشان انا معايا ميعاد، وحضرتك هتنزل المحاضره وتذاكرها، وان شاء الله المره الجايه هكمل لك عليها وهنطبق عملي ان شاء الله، تكون موضوع الشيرنج ديت اتحلت، بحيث ان انا ادخلك واخليك تشوف الامر بيتنفذ ازاي. بالنسبه للناس اللي منزله الاوراكل، حضرتك تطبق ورا الباشمهندس تامر في الفيديو اللي هترفع ان شاء الله، هو حاليا جاري الرفع مع الباشمهندس محمد عبد الفتاح، وهتنزل على صفحة المعهد، وهينزل على قناة اليوتيوب. على هتنزل الاوراكل منين؟ طب هحط لك اللينك دلوقتي، بس اكمل شرح الحتة دي. هقول لحضرتك ركز معايا هنا في الكيو اوبريتور ديت، الباشمهندس تامر دي مش شارحها. الكيو اوبريتور هي بتعمل عمليه واحده بس، وظيفتها ان انا عايز احط كلمه ثابته بين عمود الديبارتمنت نيم والمانجر اي دي، بس الكلمه دي خلي بالك ان هي فيها اختصارات، فيها ات كوما ابوستروف اس بدل كلمه اتز. لو انت ما حطيتش الكيو دي، الابوستروف اس دي مش هتطلع. ياه بجد؟ يعني ايه فايده الكيو دي؟ برضو الكيو ديت بتقول لك انت نزل لي الكلام بين القوسين، بين العمودين، في اختصارات وفي نقطتين ومش عارف ايه والكلام ده، في كوما واختصارات والكلام ده. يبقى فايده الكيو ديت ان هي بيدعم اختصارات الابوستروف اس والكلام ده. انا اكتبها ازاي؟ هتكتب اسم العمود كونكات كيو، وتروح عامل ايه؟ بص بقى ركز معايا، عامل كوما وكوما، تفتح الكوما وتقفلها، وهتروح عامل اي قوسين زي بعض. لو عملت قوس كده لازم تقفله زي ما هو، عملته كده لازم تقفله زي ما هو، عملته كده لازم تقفله زي ما هو، عملته علامة تعجب كده لازم تحط هنا علامة تعجب كده. تمام؟ وتحط هنا بقى الكلام اللي فيه ابوستروف اس واختصاراتك وبابا غنوجك وكل حاجة بتاعتك. يبقى هنا كيو حط سنجل كوتيشن سنجل كوتيشن، فتح القوس وقفله، كوما ات ابوستروف اس وكمل الجمله ونقطتين. يبقى فايده الكيو ديت ان انت بتعمل اختصار للكلام اللي بين العمودين، وبتنسقه بقى، واللي هي بقى لو انت هتعمل علامات بقى اللي هي التشكيله بتاعتك، اللي هي الشده والضمه والكسره والفتحه والكلام ده. بكده انا النهارده خلصت شرحي، وحضرتك هتنزل المحاضره. انا معلش انا معتذر لان انا ورايا ميعاد فعلا. هتنزل المحاضره الباشمهندس محمد عبد الفتاح يحط لكم محاضره دلوقتي، وانا هحط لكم دلوقتي، الله اكبر الله اكبر، هيحط لكم دلوقتي لينك التسطيب. هو حضرتك عندك، هقول لك حاضر، رابط ملف الباوربوينت اهو،
اللينك ده فيه كل الكتب، هتنزل فيه كتب الباوربوينت، كتب الديفلوبر هتنزلها، وكتاب الداتا موديلنج او كتاب التحليل هتنزل الكتابين دول، وهتبدا تذاكر في كتاب السيكوال، ويفضل انت تقرا كتاب التحليل اللي اتكلمت عليه في الاول. عايز تنزل الداتابيز، تمام، انا هجيب لك اللينك بتاعها حالا دلوقتي. حضرتك عندك اكس بي ولا 7؟ اعتقد ان كله دلوقتي بقى عنده 7، ما عادش حد عنده اكس بي يعني. ده السورس الخاص بال7، تمام. هتنزل، هتفتح هتلاقي كده كومبليت فايل، هتنزل داونلود كومبليت فايل، هي دوت اللي هتنزله، تمام. فانا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومنتظر استفساراتكم على الاكونت بتاعي على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعي، علشان الجروب ده خاص بالاوراكل والجافا اكتر منه جرافيكس. يعني الجروب بتاع مالتي ميديا كورسز اكتر منه جرافيكس، تمام. انا الجروب بتاعي التاني ده هو اكتر منه ده الجروب، وده الاكونت، وده رقم التليفون لو انت عايز تتصل بيا وتسألني عن اي حاجة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.